يطرحه الجمهور. يعني هنا سؤال من ابراهيم: ما هي الحلول الذي سيلعب بها جوزيه مورينيو لتوفير الطاقه للقاء مانشستر يونايتد؟ اولا يحافظ على لعيبه مثل اولا كريستيانو رونالدو. اهم حاجه في الموسم وتهم النوادي الكبيره في اوروبا، الكبار الكل تهمهم كاس الابطال وكاس العالم للنوادي البطله. اللي تهمه هي مانشستر يونايتد، واللاعب اللي يهم الكثير هو كريستيانو رونالدو. مش ممكن ان يصاب في مباراه بكره قبل مباراه مانشستر يونايتد. وبعدين في عنده تكلمنا عن الكاكا، خذ الثقه في اكثر من مباراه، ما هو مقتنع. اعتقد ما هو مقتنع مورينو. كاكا يبقى دائما اللاعب الاحتياطي، عنده في الوقت الحاضر لعيبه اللي في عز عطاهم، يعني كزافي الونسو، الخضيره، دي ماريا اللي تحسن كثيرا، اوزيل، دي ماريا يعني كلهم جاهزين. التشكيله المثاليه معروفه، ممكن يريح البعض منهم. وان شاء الله لفائده ريال مدريد ولفائده الكره يعطي الثقه اكثر لفاران. فاران اكيد بعد شهرين، بعد شهر ولا نشاهدوه مع المنتخب الفرنسي، ما فيش في المحور الدفاعي احسن من فاران. يعني مسيطر في المباراتين الأخيرة على لعيبة البارسا، وسجل في كل مباراة. سنتحدث عن فاران كابتن، ولكن قبل ذلك دي ماريا. لا شك أن نتحدث عن هذا اللاعب الذي كان ينتقد بشكل كبير منذ أسابيع، وكيف تحسن كثيرا في الأسابيع الأخيرة، وكان له دور مؤثر وكبير جدا في هذه المباراة الأخيرة. أي لاعب؟ دي ماريا. في عدة مناسبات لهنا لما نناقشوا مع خالد ونقولوا مازال ما اداش كل ما عنده دي ماريا. المفروض نشوفوه أكثر على الجهة اليمنى والجهة اليسرى، وحتى في المحور. لما يكون في المحور تسديدته ممتازة جدا وقوية ودقيقة، وأيضا في اللمسة الأخيرة عنده أكثر من حل. دي ماريا متجند أكثر على دوره الدفاعي في الجهة اليمنى، وشاهدناه في المباراة الأخيرة وفي كل المباريات. المفروض لاعب من هذا تديله أكثر حرية، مثل كريستيانو رونالدو. في الفترة الأخيرة نشاهدوا كريستيانو رونالدو اليمين، وكثير شاهدوه في الوسط أو في المحور، حتى بعض الأحيان يكون أقرب من المرمى أو حتى يفيد بتسديداته. نشاهد الهدف الذي شارك فيه دي ماريا الذي سجله رونالدو، والذي شارك فيه دي ماريا بشكل كبير. طبعا هذه هي الكرات التي يتمناها ريال مدريد، هذه هي الكرات التي يتمنى أن يحصل عليها لاعبون مثل دي ماريا ومثل كريستيانو رونالدو. السرعة هنا نشاهد يعني كيف في ثانية، في لحظة، تمكن من قلب هذه الكرة من هجمة إلى برشلونة. هنا نشاهد بيكيه، أين بيكيه وكيف انقطعت الكرة بشكل سريع، وهذه هي التمريرة السريعة. ما هذه الرؤية يا كابتن؟ لا، تكلمت على مباراة السنة الفارطة اللي كانت مباراة مصيرية، مثل مباراة هذه مصيرية في الكاس. لعيبة البرشلونة عندهم الخبرة، عندهم قراءة اللعب الجيدة، وجاوا في وقت صعب جدا يلعبوا ضد ريال مدريد مسيطر عليهم، وميسي ما وجدش الحلول. لاعبين الوسط اندفعوا للأمام، المدافعين ما هم مركزين كما ينبغي، التغطية ما كانت موجودة. في حالات مثل هذه تكون التغطية موجودة، لكن ما هي موجودة. نتكلموا على البارسا، ما احناش نتكلموا على فريق هاوي وفريق صغير، نتكلموا على البارسا المعقول اللي ما يستحقوا نصائح مثل هذه، يعرفوا درسهم مثل ما يقولوا.
كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة في ريال مدريد وفي الدوري الإسباني، طبعا متألق جدا في الفترة الأخيرة كريستيانو رونالدو، والكل يتوقع أن يكون احتياطيا في مباراة الغد. هنا نشاهد كيف كتبت صحيفة سبورت أن كريستيانو رونالدو قد يكون احتياطيا يوم غد، وقد نشاهد تشكيلة أمام برشلونة يوم غد تشبه بشكل كبير تشكيلة فريق ريال مدريد الذي شارك في مباراة ديبورتيفو لا كورونيا. كريستيانو رونالدو، هناك ردة فعل لهذا اللاعب بعد إحراز ليونيل ميسي الكرة الذهبية الرابعة. هناك ردة فعل إيجابية لهذا اللاعب، تحسن مستواه بشكل كبير، بدنيا حاضر، أهداف كثيرة حاسمة، لاعب تغير جدا في الفترة الأخيرة. ولكن الكرة الذهبية دعوها في آخر شهر ديسمبر، ولكن في هذه الفترة الأخيرة الآن في الفترة الأخيرة ولا لابد يتوج العمل الكل بألقاب، وتعرف الألقاب واللقب المثالي الموسم هذا هي كأس أوروبا. ولكن فيما يخص كريستيانو رونالدو فيما يخص مباراة بكرة أعتقد يساوي مثل ديبورتيفو لا كورونا، ولكن ديبورتيفو لا كورونا تتذكر المباراة الأخير في الدوري ما عنده ما يخسر، قدم مباراة مثالية وكان مسيطر 45 دقيقة على الريال وكان فايز، ولكن احتاج مورينو أن يدخل اللاعبين الأساسيين، وكريستيانو رونالدو في لحظتين سوى الفارق. أعتقد في مباراة بكرة ممكن يبقى على دكة الاحتياط وقد يدخل فيها الشوط الثاني أكيد، لأن لا شك أننا سنشاهد تشكيلتين مختلفتين تماما عن اللقاء الكأس بين الريال والبارسا اليوم. هو لقاء آخر، اعتبارات أخرى وحسابات أخرى في مباراة الدوري، ولكن لا